مساء النور، مع حلويات ووصفات أم آسف. جبت لكم اليوم حلوة الطبقات. نتمنى أن الوصفة تنال إعجابكم. تنسوش ديروا لي لايك، ديروا لي أبوني قناتي. نروحوا مع بعض للمقادير. نحتاج لهنا كاس تاع مايزينا، كاس تاع زيت، كاس تاع نشا، عندنا 4 حبات بيض، 2 باكيت خمارة تاع كاطو، عندنا لافاني وشوكولا للكلاصاج، بلا ما نساو عندنا الفرينة ومعجون تاع المشماش. نروح هنايا نجيبو غيسيبيون ولا باسينة اللي عندكم، نحطو فيها 4 حبات تاع بيض. وهنايا في هذه المرحلة انا استعملت الباتور، لانه باش الزيت يعني العجينة من بعد ما تطلقليش هذاك الزيت. واللي ما عندهش باكور تقدر دير غير الفوي. هنا كيما راكم تشوفوني ضربت البيض مع سكر كلاصي. هنا سكر كلاصي تقدروا يعني تستبدلوه بسكر عادي، مش مشكل. نضربوهم مليح، من بعد نروحو نفرغوا هذاك الكاس تاع الزيت. هنايا انا الباتور استعملته غير على جال الزيت فقط. نضربوهم مليح بالباتور، يعني كيما راكم تشوفوا. هنايا راني نحيت الباتور، نجيب غير الفوي ونكمل به. نفرغوا هذاك. عندي هنايا نكهة تاع الليمون، لاغوم تاع الليم، وعندي كيس تاع لافاني. نخلطوهم مليح وبلا ما نساو الرشة تاع الملح. هنا عندي كاس تاع مايزينا نفرغوه، ورشة تاع الملح كيما قلت لكم اللي راهي ضرورية في الكاطو. نخلطوهم كامل، ندخلو هذيك الفارين في هذا الخليط، عفوا المايزينا في هذا الخليط. من بعد من جهة اخرى هنايا عندي 2 اكياس تاع خميرة كيميائية. نجيبو الفارينة تاعنا نغربلوها لهنايا، نغربلوها. من بعد نحطو 2 اكياس تاع الخميرة الكيميائية، يعني بهذه الطريقة. ونلمو العجينة تاعنا، يعني نديرو الفرينة غير بالتدريج حتى تلم العجينة. هنا الفوي انايا يعني مش راح نستعمله في هذه المرحلة، راح نستعمل غير يديا. يعني هذه الحلوى تاع الطبقات راهي سهلة بزاف. نكملو كامل الفرينة، نلمو العجينة تاعنا. كما قلت لكم الحلوى تاع الطبقات راهي سهلة، فحبيت نجرب هذه الوصفة معكم. يعني هنا بعد ما لميت العجينة كما راكم تشوفوا تجي كيما تاع الصابلي، ولكن تجي شوية خفيفة على تاع الصابلي. هنايا في هذه المرحلة نحتاجو ورق الطهي. نقسمو العجينة على 3. اللي عندها ميزان يعني توزن العجينة تاعها هذه 3 عجينات بشكل متساوي، واللي ما عندهاش عينك هي ميزانك. هنايا نفتحو هذه العجينة على شكل مستطيل. هنا نحتاجو ورق الطهي باش نحطوه. البنات في هذه المرحلة انا راني راح ندير طبقة فوق طبقة. يعني اذا حبيتو طبقات يجوكم واضحين، فمن الاحسن هو انكم طيبوا كل طبقة وحدها، وبعد ما تطيب لكم يعني ديروا بين طبقة واختها المعجون. يعني من الاحسن انكم ديروا هكذا. يعني كما راكم تشوفوا الطبقة الاولى راني حطيتها في سنيوة. من بعد نجيب المعجون تاع المشمش اللي هنا نحطه من فوق، نطليه كامل فوق هذه العجينة. يعني ونكملو كامل بنفس الطريقة. نحطو طبقة ثانية ونديرو المعجون، ومن بعد نزيدو طبقة ثالثة. ولكن من الاحسن البنات كما قلت لكم راني نقول لكم نعاود لكم، اذا حبيتوا طبقات يجوكم واضحين، لانه انايا ما خرجليش الشكل كما كنت حباتو. ف يعني طيبوا العجينة كل وحدة وحدها. من بعد كي طيب لكم
ديروا يعني بين طبقة واختها المعجون وكملوا، يعني طريقة سهلة مش صعيبة، ولكن انا حبيت ندير يعني 3 طبقات وحدة فوق اختها، والطبقة الاخيرة هذه يعني ما نحطوش فوقها المعجون كما راكم تشوفون، نسقمهم غير شوية بيدينا. واللي حبت دير يعني الطريقة تاعي انايا ما تضغطوش عليها بزاف لانه الشكل راح يخرب لكم، يعني هذاك الطبقات ما راحش يجوا واضحين. حطوها طيب في الفرن يعني من فوق ومن تحت على درجة حرارة 170. ومن جهة اخرى نروحو للشوكولا. هنايا عندي 2 علب تاع شوكولا ماكسو، يعني اي شوكولا راهي متوفرة عندكم تقدروا ديروها. هنايا كنت احتجت انايا 2 بطاط، يعني نذوبوها على حمام مائي، وبلا ما نساو نضيفو لها 2 مغارف تاع حليب. نديرو على حمام مائي. هنايا بعد ما طابت لنا كيما راكم تشوفوا الكاطو تاع الطبقة تاعنا، نروحو نفرغوا عليها هذيك الشوكولا. يعني نديرو عليها الشوكولا تاعنا، ما كانتش كفاتني يعني لازم حتى عاودت ذوبت العلبة الثانية تاع الشوكولا. يعني هنا 2 علب راح تكفيكم باش نديرو كلاصاج من فوق. نزيدو يعني العلبة الثانية اللي كنت ذوبتها. نطلو كامل هذا الحلوى تاعنا من فوق ونخلوها تبرد شوية، يعني نخلوها حوالي 10 دقائق تبرد. من بعد نعاودو نجو نقطعوها، يعني كما راكم تشوفوا نمشي كامل هذيك الشوكولا على هذا الكاطو تاعنا. من جهة اخرى لهنايا التزيين اختيارك، انا كان عندي ناكخي لهنايا سائل فحبيت نزين بيه، ندير غير هذيك الخطوط فقط بواسطة السكين. يعني نحتاج الى هذيك الخطوط نديرها فقط. كما قلت لكم تزيين يبقى اختياركم، تقدروا تخلوا غير هذه الشوكولا فقط، يعني هذا الناكخي مش لازم، انا كان عندي متوفر في البيت فحبيت نديره كلمسة فقط. يعني درت غير قليل فقط. هنايا نجو نقطعو هذوك الجوانب، يعني نقطعوها من كل جهة. البنات هنايا بعد ما تقطعوها يعني ديروها في علبة او حاجة مغطية باش تبقى لكم طرية، يعني ما تخلوهاش متهاوية باش ما تيبسلكمش. يعني نقطعوها نزيلو كامل هذوك الجوانب. هذو الجوانب اعطوهم للذراري الصغار ياكلوهم. هنا نجو نقطعو مربعات صغيرة، يعني الحجم اللي حبيتو. صدقوني هذا النوع من الحلوى راه ساهل بزاف، يعني ما راحش يكلفكم وقت وما راحش يكلفكم في المقادير بزاف. نقطعوا هذا المربعات كما قلت لكم، مربعات تقدروا ديروهم بهذا الحجم اللي راني انا ندير فيهم، سينو ديروهم صغار. يعني كما راكم تشوفوا خلوا فقط الشوكولا، خلوها يعني تبرد باش تجمد لكم. يعني نكملوا بنفس الشكل، نحطهم في الكيسات ونتلاقاو في الشكل النهائي.
يعني هذا هو الشكل النهائي تاع حلوى الطبقات اللي كنا خدمناها مع بعض. نتمنى انه الوصفة تنال اعجابكم، ما تنساوش ديروا لي لايك وابوني لقناتي حلويات ووصفات آسف. نضرب لكم موعد اخر ان شاء الله بوصفات جديدة، ونقولكم صحايتكم كل عام وانتم بألف خير. دمتم في رعاية الله وحفظه، والى اللقاء.